بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الفيديو النهارده أنا عملت الفيديو ده قبل كده مرة واتنين والله، وشرحت الفيديو، شرحت التعديل. الناس اللي بتخاف على الأكس اللي قدام من الكسر، الناس اللي بتقول لك الأكس اللي قدام معايا بينكسر على طول، فعلا هو بينكسر زي ده كده. تمام؟ الأكس ده مكسور، جاي لواحد النهارده الأكس ده مكتوب. تمام؟ نفس الوضع ده كده بالظبط، وقالب بيه التوك توك وبهدله ودخله في متاهات ودخله في مشاكل ودخله في سمكره وابويا وفيلم وعودي المكنه من قدام واتعور بس تعويره خفيفه. تمام؟ الحمد لله انا جيت على قد كده يعني. احنا شرحنا قبل كده قلنا طالما الاكس اللي قدام بينكسر منك خلاص احنا حلينا المشكله وجبنا لك اكس تاني تعديل، عملنا لك لو اكس تاني او جبنا لو اكس تاني نزل. قلنا الاكس اللي قدام التاني اللي بينزل تعديل بينزل ادخن من دوت بكتير، نفس حجم الاكس الوراني بس على صغير. تمام؟ اللي هو الاكس ده، الاكس تخنه ايه؟ نفس الغير ده خالص. لو بصيت ديت ودي من هنا، تمام؟ دي تخينه قد ايه ودي قد ايه؟ لو جينا نبص على الاكس من تحت من هنا على الحته اللي تحت اللي رفيعه، تمام؟ بص دي قد ايه؟ الحجم بتاعها مقارب للاكس الوراني. فيبقى انا لما بقول لك الاكس دوت بديل الاكس اللي قدام، بديل ان انا اعمل الاكس اللي قدام، بديل ان انا اعمل مساعد، بديل ان انا اركب اتنين مساعدين، بديل ان انا اجيب اكس طويل واعمله من النص ابوظ شكل المكنه. انا عايز حاجه على وضع المكنه زي ما هي، ويبقى حاجه مديانه صلابه وحمل في المكنه ويستحمل معايا وما يتعبنيش. لو بصينا برضه على الاكس مع المكنه بتاعت الطنبوره وهي بتركب على شفه الطنبوره، الحجم بتاعها كمان عشان اثبت لك، بص على الحجم ده قد ايه، السمك ده قد ايه؟ السمك ضعيف، بص على السمك ده، شايف السمك ده والسمك ده قد ايه؟ دوت قد ده 3 مرات او مرتين ونص. فكل حاجه فيه محمله، كل حاجه فيه حمله. طيب انا كل اللي بغرمه في الاكس دوت او كل اللي انا بتكلفني او كل اللي انا بعمله ان انا بجيب بليه 6005 موجوده في اي مكان خالص، زي اللي انا بكون معدل الاكس الوراني بالظبط. بليه 6005 وبركبها مطرح البليه اللي هي 6204 اللي بتركب في الركبه من قدام، بشيل البليه القديمه وبركب ديت هي نفس الحجم بالظبط من بره، بس هو الاختلاف كله في السمك اللي الداخلي لان من جوه اوسع عشان من هنا ادخل. تمام؟ وبركب البليه بتاعتي بشحطها وبروح شحط على الاكس دوت من غير اي دج ومن غير اي تعديل ومن غير اي حاجه خالص ولا بتعب نفسي. البليه الورانيه هي نفس البليه اللي ورا بتاعت الاكس اللي قدام، نفس المقاس، بتجيبها زي ما هي بتركبها. كل اللي بيختلف عنك بتروح تقول له انا عايز الاكس التعديل بتاع الفرده اللي قدام، بيروح مديك الاكس دوت وبيروح مديك البليه اللي معاه البليه بتاعها 6005. رقم البليه 6005 عشان في ناس هتسال وتقول لي طب رقم البليه كام؟ رقم البليه التعديل اللي قدام 6005 بتجيبها بتركبها في الركبه على طول وبتشحط عليها الاكس بتاعك وبتركب وبتربط صامولتك ويبقى الاكس عندك مليون المية. انسى انه يقطم تاني خالص، ده انسى ان هو يقطم منك نهائي، هيبوظ لك الركبه، هيدنبص، هيخلي لك المده الصلاحيه بتاع الركبه عندك خلص. لو عندك 20 بنز بايظ ماهوش كاسر خالص مدى الحياه، لان السمك بتاعه جد دوت كمان مره او كمان مره ونص محمل قوي، السن بتاعه محمل، بدل الطنبوره محمل، بدل الاكس نفسه محمل. فالاكس اللي انا بركبه بنساه. الراجل اللي جانا النهارده عشان خاطر الاكس اللي مقطوع وانا شرحت مره واثنين وثلاثه قلت هعد لكم الفيديو عشان خاطر الناس اللي بتعرف مشكله. انا كده بغير الاكس، انا كده حاجه بغير اكس ركبه، بغير بتاع، حليت اكس القطم، اكس بايظ وبغيره، ما ركبش من نفس النوع تاني رفيع، اجيب الاكس التعديل، الاكس التعديل بجيب معاه البليه وبركبها في المرازه وخلص الموضوع خالص. ما تعبتش نفسي. طب التكلفه هي نفس التكلفه بتاعت الاكس اللي قدام. تكلفه الاكس التعديل بل بالعكس ارخص من الاكس الاصلي اللي قدام. الاكس الاصلي اللي قدام بيعدي 170 او 180 جنيه. تمام؟ دلوقتي دوت ما بيعديش اصلا ال 120 جنيه حتى يوم ما نكون جبناه بليته يعني. فبرضه ارخص واحسن، ارخص وامتع، ارخص واوفر ليا في اماني في حياتي وانا ماشي بتوكي ابقى انا ماشي رايق. خلاص؟ طبعا عندنا ميزه ثانيه في الاكس، ميزه الاكس اللي قدام الاكس الرفيع بيبقى واخد بلط، قرب يا عزيز، بيبقى واخد المسمار بتاعه عشان تغيره لازم تفوره بالحمل
وبتديله بنطة لحام. يا اما لو الاربع مسامير باظوا بتغير الاكس على بعض عشان ما ينفعش تدج عليه الدقه بتاعته بتتني الشفه اللي هنا. تمام؟ ده مشكله في الاكس اللي قدام. طب لو انا جبت اكس التعديل زيه زي الوراني بالظبط، مشرشر في المسمار بتاعه والمسمار محمل، بدج على المسمار بتاعه بنفضه واروح كابس المسمار الثاني مطرحه. ده اصبح ان انا لو الاكس عندي مسمار اكس باظ او 2 او 3 او الاربعه باظوا، ما بحتاجش ان انا اروح اجيب اكس جديد عشان المسامير بايظه، ان انا اركب الاكس عشان المسامير بايظه، ما بحتاجش ان انا اروح عند حداد عشان افور المسامير والحم المسامير، ما يعمليش حركه في الطرنده وانا ماشي في الركبه، لا، بروح جاي على المسمار زي الوراني بالظبط، هدج على المسمار انفضه واجيب المسمار الثاني ادج عليه البسه. ما عادش عندي مشكله خالص، يبقى حلينا مشكله القطن بتاع الاكس وحلينا مشكله ان المسامير اللي قدام لما بتبوظ بحب بغيرها برضو بكل سلاسه وبكل شياكه من غير اي تعب، من غير لحمات، من غير دق، من غير الكلام ده كله. ده برضو ميزه ثانيه في الاكس اللي قدام اللي هو التعديل. تمام؟ يبقى نصيحه لاي حد اكسه يبوظ، عندك مشكله في الاكس اللي قدام، ما تتعبش نفسك خالص، هات الاكس التعديل على طول بالبليه بتاعته وركب وانسى كل حاجه، وعشان تبقى ماشي صح الصح وتبقى في امان. استنظرونا الفيديو الجاي ان شاء الله.